الناس بتقول مصر ما عملتش حاجة في المونديال، والحقيقة أنا مكاوي ودي مش حكاوي مكاوي، ده رأي شخصي مدعوم بالمعلومات. في الحقيقة إحنا عملنا إنجاز كبير برغم وجود 48 منتخب في المونديال، حتى لو ما قابلناش منتخبات كبيرة غير بلجيكا، واللي هي بالمناسبة مش في أفضل حالتها. منتخب مصر ما خسرش ولا ماتش في البطولة لغاية دلوقتي، وجاب عدد أهداف كسرنا بيه أسطورة ضربة جزاء مجدي عبد الغني حط على اليمين. منتخب مصر وصل لدور 16 في المونديال، في حين منتخبات زي ألمانيا وهولندا بتاريخهم الكبير خرجوا من البطولة. منتخب كرواتيا وصيف مونديال 2018 وثالث كأس عالم 2022 في قطر خرج من البطولة. منتخبات زي كوريا الجنوبية وتركيا اللي حققوا مركز ثالث في نسخ قبل كده ودعوا البطولة من دور المجموعات. حتى عربيا منتخبات زي تونس والسعودية اللي عندهم خبرات في المونديال أكتر من مصر خرجوا بفضيحة من المونديال. لو خرجنا من الأرجنتين لا قدر الله هتكون نتيجة طبيعية وهنكون ضمن أفضل 16 منتخب في العالم، ولو حققنا مفاجأة يبقى كرم كبير عند ربنا. بس في الحالتين ما تنساش إن مصر عملت حاجة ألمانيا وهولندا وكرواتيا ما عملوهاش.